عايز اقول حاجه يا جماعه بخصوص ماتش الاهلي. احنا في مشكله عموما عند اللاعب المصري في اللحظات الحاسمه. لو كلنا نفتكر ماتش مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم لما وصلنا ضربات الجزاء، وهم بدأوا ضيعوا ضربة جزاء، ودخل برضو محمد صلاح اللي هو المفروض نجم عالمي، و المفروض لاعب واثق من نفسه يعني، ضيعها. راح هما مضيعين تاني. راح جه زيزو اللي هو المفروض ان هو بيتقال ان هو احسن لاعب في مصر كلها بيشوط ضربات جزاء، ضيعها وخرجنا. لو تفتكروا منتخب اليد، منتخب اليد كان عامل ماتش عالمي تقريبا قدام فرنسا في دور قبل النهائي في كأس العالم او دور التمانية، وكنا فايزين وفاضل دقيقتين، فرق 3 ولا فرق 4، اتعادلوا معانا ووصلنا اكسترا تايم وهم فازوا. لا، في حاجة في اللعيب المصري ما في اللحظات الحاسمة في الماتشات الكبيرة لا بيفقد تركيزه، ودي بقت واضحة ومحدش عارف يعالجها. فاللي حصل في ماتش الاهلي وباتشوكا ده اكبر دليل، يعني مش يعني كهربا غلطان وكولر، بس لا، ما انت فريق مفروض فاضله ضربتين جزاء، مضيع ضربتين جزاء الفريق اللي قدامك، وانت اي ضربة هتجيبها. فالكهربا ضيع، دخل عمر كمال ضيع. لا يا جماعة، ايه ده؟ لا، في حاجة غلط. هل هو مفيش اعداد نفسي، او اللعيبة مش واثقة من نفسها، او هي ما كانتش متخيلة ان هي ممكن تكسب او يحصل كده في ضربات الجزاء؟ فلا، في حاجات غلط كتير. ولازم يكون في الاهلي تقريبا دي تقريبا رابع بطولة ولا خامس بطولة يخسرها بضربات جزاء. يعني قبل من شهرين كان السوبر قدام الزمالك، المرة دي قدام باتشوكا، وبرضه نفس الفكرة، مفيش أي إعداد لضربات الجزاء.